واش عمرك دخلتي لشي بلاصة وحسيتي باللي قاع العيون عليك؟ ماشي حيت لابسة غالي، ولكن حيت عندك واحد الهيبة غريبة. وفي المقابل، عمرك حسيتي باللي واخا كتحاولي ترضي قاع الناس وكتهضري بزاف باش تباني ظريفة، وفي الأخير كيتجاهلوك وما كيعطيوش قيمة لكلامك. السلام عليكم غاليات. بزاف ديال العيالات كيحسب ليهم باللي القيمة هي الماركات أو الزين، ولكن السر الحقيقي كاين في واحد الحاجة سميتها الاستحقاق الداخلي والكاريزما الهادئة. في هذا الفيديو إن شاء الله، وبما أننا في 2026 والوعي ديال المرأة المغربية والعربية وصل درجات عالية، ما بقيناش باغي نكونوا ضحايا أو تابعات. اليوم غنعطيك 5 ديال الأسرار اللي غتخليك تكوني المرأة اللي كتحلمي بها، المرأة الغالية المحترمة واللي كلمتها عندها وزن. بقاي معايا حتى الأخير، حيت السر الخامس هو اللي غيخليك تفهمي علاش شي عيالات كيوصلوا لكل شي وهما مرتاحين، وعيالات اخرين كيضربوا تمارة وما كيوصلوا لوالو. السر الأول هو قوة المسافة الآمنة، هو اللي كيخلي كاع اللي حولك يحترموك. هو أنك تتعلمي تخلي مسافة أمان بينك وبين الناس. بزاف منا كيحسب ليهم باللي باش نكونوا محبوبات خاصنا نكونوا كتاب مفتوح، نعوضوا أسرارنا مشاكلنا مع رجالنا أو مع العائلة، شنو شرينا وشنو كلينا. ولكن الحقيقة هي العكس تماما. علاش هاد السر مهم؟ حيت المرأة اللي كتعطي كاع المعلومات عليها في أول لقاء كتفقد الهيبة ديالها. الناس كيشبعوا منها بسرعة وما كيبقاش عندهم داك الفضول باش يكتشفوها. القوة ولات في الخصوصية. المرأة الغالية هي اللي كتعرف شنو تخرج من فمها وإمتى تسكت. مثال في واقع المجتمع ديالنا، تخيلي معايا يكونوا جوج ديال العيالات في عراضة أو في شي مجموعين. الأولى غير جلست بدات كتعاود على مشاكلها مع لويساتها وشحال خسرات ديال الفلوس وشنو وقع ليها في الصباح. هادي الناس كيسمعوا ليها، ولكن في الداخل ديالهم كينقصوا من قيمتها. في المقابل كاينه واحد السيده واحده اخرى جالسه مبتسمه، كتهضر قليل، كترد بكلمات موزونه. هذه هي اللي قاع العيون كيبقاو يتبعوها وكيبغيو يتقربوا منها، حيت كتبان رزينه. الخطوات التطبيقيه اللي لازم تعملها كل وحده بغات تبدل هاد التصرفات هادي. القاعدة ديال 30%. من اليوم أي حاجة بغيتي تعاوديها عاودي منها غير 30%، خلي 70% لراسك انتيا. أسرار دارك، أهدافك المستقبلية ونقاط ضعف ديالك هادو خط أحمر. تعلمي تسمعي كتر ما تهضري. في أي مجتمع حاولي تكوني انتي هي اللي كتسول والناس كيجاوبوا. اللي كيسول هو اللي كيقود الحوار وهو اللي كيبان ذكي. التوقف قبل الجواب. ملي سولك شي حد ما تجاوبيش بسرعة البرق، خودي تانية ولا جوج، شوفي فيه بابتسامة وعاد جاوبي ديك الساعة. هاد الحركة كتعطي قيمة كبيرة لكلامك. ولكن واش هاد الغموض بوحدو كافي؟ أكيد لا، حيت كاين واحد الفخ كيوقعوا فيه بزاف ديال العيالات اللي كيكونوا طيبات، وهو اللي كيهرس لك هيبتك إلا ما رديتيش ليه البال. وهو اللي غنشوفوه في السر الثاني إن شاء الله، اللي هو فن الرد الذكي والحدود الواضحة. بزاف منا كيخافوا يقولوا لا، حيت كيحسب ليهم باللي غيبانوا خيبات أو مسمومات. ولكن خليني نقول لك واحد الحقيقة مرة، الناس ما كيحترموش اللي ديما كتقول واخا على حساب راحتها. المرأة اللي غالية وعندها حدود مرسومة بالستيلو الحمر، اللي قرب منها كيعرف باللي عندها خطوط حمراء غير قابلة للتجاوز. علاش هاد السر هو اللي كيبني الشخصية؟ ملي كتسمحي للناس يتدخلوا في خصوصياتك
أو يضحكوا عليك شي ضحك اللي كيكون باسل، أو يفرضوا عليك قراراتهم، فأنت كتعطيهم الإذن باش ينقصوا من قيمتك. الحدود هي اللي كتحمي طاقتك وتخليك محترمة في عينيك قبل من عينين الناس. وكمثال على بحال هاد المواقف، مثلا شي حد سولك شحال كتربحي، او علاش مازال ما ولدتيش، او علاش طلقتي. كاينين ناس فضوليين كيبغيو يعرفوا كل شي، وانت يا اما غيكون عندك رد ضعيف انك كتبداي تبرري وتشرحي باللي راكي عارفه والوقت وكذا، هنا غتكوني نزلتي من راسك. ولكن المرأة اللي كتكون ذكية كتجاوب بابتسامة هادئة وشوفة في العينين، وكتقول هاد الموضوع خاص بيا وبغيت نخليه لراسي، شكرا حيت سولتي. وهنا كتحبس النقاش بلا صداع بلا مشاكل. او شي موقف اخر ديال مثلا شي حد طلب منك شي حاجة، طلب منك شي مساعدة او شي حاجة تعمليها له وانتي ما مسالياش او عيانة. المرأة الذكية كتجاوب كتقول كنت نتمنى نعاونك، ولكن هاد الوقيته عندي فيها التزامات اخرى، بلا ما كتشرح شنو هما الالتزامات اللي عندها. الخطوات اللي لازم تعمل اي وحده كتعاني من هاد المشاكل هادي: اولا قاعده الرد المتاخر، ماشي ضروري تجاوبي على الواتساب او المكالمات في البلاصه. الا كنتي مشغوله صافي خلي حتى تكوني مرتاحه، هادشي كيعلم الناس باللي وقتك غالي. وقبل ما كتجاوب بابتسامة وكتقول لا. مهم انها كتكون مبتسمة، ماشي كتقول لا وهي غاضبة او انها مغوبشة، لا، كتقول لا وهي مبتسمة. ديما ملي كترفض شي حاجة او ملي ترفضي شي حاجة خلي وجهك ضاحك، ولكن كلامك يكون حاسم. ماشي القوة ماشي في الغوات، وإنما القوة في الثبات. وتوقفي عن التبرير، ما تبقيش غير تبرري اي تصرف درتي خاصك تعطي ليه تبريرات. المرأة اللي كتبرر بزاف كتبان ديما متهمة. ديري اللي بالك انتي مناسبك وما تشرحيش علاش، الا بطبيعة الحال للناس اللي عزيز عليك خاطرهم بزاف، هادو تقدري تشرحي ليهم. دابا عرفنا كيفاش نكونوا غامضات ونرسموا الحدود، ولكن كاين واحد الحاجة هي اللي كتعطي اللمعة للمرأة، هي الطريقة باش كتشوف راسها في المراية قبل ما يخرج الكلام ديالها للناس. هادشي اللي غنشوفوه في السر الثالث، اللي هي طاقة الاستحقاق والاعتناء بالجوهر ديالك او بالداخل ديالك. بغيت غير نسولك واحد السؤال صريح: واش عمرك شريتي شي بياسة بالحوايج مثلا زوينة وخبيتيها للمناسبات وبقيتي لابسة غير القديم؟ واش كتحطي احسن تبصيل للضياف وانتي كتاكلي في المهرس؟ الا كان الجواب ديالك راه هنا فين كاين المشكل الحقيقي، هنا فين كيبدا نقص القيمة. شنو هو الاستحقاق ببساطة؟ الاستحقاق ماشي هو الفلوس، هو شحال كتسواي في عينيك. المرة اللي كتشوف راسها كتستحق غير الشياطة ديال الوقت او ديال الماكلة او ديال المعاملة، الناس كيعاملوها بنفس الطريقة. العالم كيعطيك داكشي اللي انتي قابلة بيه. كيفاش ترفعي استحقاقك؟ اول حاجة دللي راسك بأبسط الاشياء، ما تخبيش الزوين للناس. شربي قهوتك في احسن كاس عندك، لبسي بيجامة نقية وزوينة لراسك ماشي للناس. هاد الحركات البسيطة كترسل ميساج لعقلك الباطن باللي انتي مهمة. استثمري في عقلك. المرأة المهمة هي اللي كتقرا كتاب، كتسمع بودكاست، كتعلم مهارة جديدة. ملي كتكوني عامرة من الداخل الثقة ديالك كتولي كتخرج من عينيك قبل ما تهضري. وقطعي مع التضحية المفرطة، ما تبقيش ديما انتي اللي كتنازلي على حقك باش يرضاو الآخرين. التضحية زوينة ولكن ماشي لدرجة تمحي شخصيتك. المرأة اللي كتهلا في راسها هي اللي كتقدر تصرفاتها، وهي اللي كتقدر تهلا في ولادها ودارها بحب ماشي بتمارة.
تقدري باش تشوفي راسك واش انتي فعلا من هاد النوع وقادرة تكوني هكا. كل صباح شوفي في المراية وقولي لراسك: انا مرا غالية، كنستحق الحب وكنستحق الاحترام، واليوم غندير حاجة زوينة لراسي. هاد الكلمات كيبدلوا الذبذبات ديالك وكيعطيوك واحد الكاريزما هادئة. حاولي تجربي هاد المسألة وشوفي واش غتقدري تقولي لراسك هاد الهضرة او لا. وعارفة بزاف منكم دابا غيقولوا ليا: واخا انا وليت كنهتم براسي ودايره حدود، ولكن كاينين ناس في حياتي صعاب كيهرسوني بكلامهم. هنا غنجيو للسر الرابع: فن التجاهل والرد بالنجاح. هذا هو السلاح السري ديالك. كوني اكيده باللي نهار غتبداي تغيري وتولي عندك قيمه وترسمي حدودك، غيبانوا ناس في حياتك غيحاولوا يرجعوك اللور. مالك تبدلتي؟ شكون كيحسب ليك راسك؟ واش وليتي كتشوفي راسك علينا؟ هنا فين بزاف ديال الاخوات كيضعفوا وكيرجعوا اللور. ولكن المرأة القوية عندها سلاح سميتو التجاهل. علاش التجاهل قوة ماشي ضعف؟ ملي كتجاوبي على اي انتقاد او اي حاجة قالت لك، فانتي كتعطي لهداك الشخص قيمة ما كيستحقهاش وكتنزلي لعنده. المرأة المهمة طاقتها غالية عليها، ما كتضيعهاش في صراعات خاوية. الرد ديالك خاصو يكون هو الصمت والابتسامة. كيفاش تطبقي هاد التجاهل بذكاء؟ ببرودة الأعصاب. إلا شي حد حاول يستفزك بكلامه، ما تغوتيش، ما تبرريش، شوفي فيه ببرودة وبابتسامة خفيفة وقولي له: هذه وجهة نظر تحترم، وكملي شغلك. هاد البرودة كتحمق الشخص المستفز كتر من الغوات. والرد بالنجاح. أحسن انتقام هو النجاح ديالك. تهلاي في راسك، وصلي لأهدافك، نظمي حياتك وخلي النتائج هي اللي تهدر. ملي كيشوفوك الناس تزاديتي نور على نور ونجاح على نجاح، قاع الأفواه كتسد، تحد ما كيبقى يقدر يقول شي حاجة مازال. وقاعدة واحدة أخرى اللي مهمة جدا هي تنقية المحيط. هاد الوقت هذا ما بقاش عندنا الوقت للناس اللي كيمصوا لينا الطاقة ديالنا. تعلمي تنقصي بنادم من حياتك. اللي ما كيزيدكش القدام ما كاين لاش يبقى عندك في حياتك. ودابا وصلنا للسر الخامس اللي هو الساروت ولا المفتاح اللي كيشد هاد الشي كامل. بلا هاد السر كاع هاد النقاط اللي قلنا غيبقاو غير تمثيل. هاد السر هو اللي غيخلي كاع هاد القوة تولي طبيعية فيك. السر الخامس اللي هو الاستثمار في النفس. هو الساس والأساس ديال هاد الشي كامل. تقدري تلبسي أحسن لبسة وتعرفي تردي بذكاء، ولكن إلا كنتي خاوية من الداخل هاد الشي كله غيبان غير تمثيل. المرأة المهمة بصح هي اللي عندها علاقة قوية مع راسها ومع الخالق ديالها. بداي بالوعي الداخلي. الاستثمار في النفس كيعني أنك تجلسي مع راسك وتعرفي شنو اللي كتبغي وشنو اللي كيضرك. واش عندك ورد يومي في الصلاة، تأمل باش تريحي قلبك. هاد الهدوء اللي كيجي من الداخل هو اللي غادي يعطيك واحد النور، هو اللي ما غيعطيهش ليك أغلى مكياج في العالم. فعلا التقرب من الله والصلاة وقراءة القرآن هذه حوايج اللي كتعطيك واحد النور كيكون نابع من الداخل ديالك بلا ما تحتاجي لا المكياج ولا حتى شي حاجة. الثقافة والعلم. المرأة خاصة تكون قارية واعية كتعرف شنو واقع. ما تخليش نهارك يدوز غير في الشقا والتليفون. اعطي لراسك واخا غير 15 دقيقة تعلمي فيها شي حاجة جديدة. العلم كيعلي الشان وكيعطي الهيبة وسط الناس. غاليات ديالي وصلنا لنهاية الفيديو. بغيتك تعرفي باللي هاد الخطوات ماشي سحر غيوقع بين ليلة وضحاها، هي رحلة
كتبدا خطوة بخطوة. بداي اليوم ولو غير بحاجة بسيطة، غير بحاجة وحدة من هادشي اللي قلنا. سؤالي ليك اليوم، شنو هو أكتر سر من هاد الخمسة حسيتي باللي محتاجة تخدمي عليه؟ كتبي لي في التعليقات، راني كنقرا كلشي وغنجاوبكم إن شاء الله. إلا عجبك الفيديو وحسيتي باللي فيه فائدة، ما تنسيش تشاركيه مع شي صديقة محتاجة تسمع هاد الكلام، وما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. نتلاقاو فيديو جاي إن شاء الله. بسلام عليكم.